السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفات ام روان. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونجوزوا الوصفه تاعنا تاع اليوم. درت لكم هذا الكاطو تاع الطبقات اللي يجيب العسل. الوصفه رائعه بزاف بنينه، كي تجربوه راح تعرفوا على واش راني نحكي. وكنت ثانيك صورت لكم الكاطو اللي كنت درتو معاكم البارح، كنت ما كملت لكمش اللي درتو بالشوكولا، وكنت وعدتكم بلي راح نحط لكم مع هذا الفيديو. دوك نوريه لكم. يعني الوصفه اللي درتها لكم وصفه سهله بزاف، غير بالزيت وزوج حبات بيض، كاس سكر. درت لكم به هذاك تاع المغارفه، وزدت درت لكم به حبيبات من هذا. انا شوكولا كانت عندي، نحكموا كميه تاع شوكولا نديروا فيها شويه تاع الكاوكاو ونقلاصيو الحبات تاعنا. قدرت لهم غير تزيين خفيف بالفايدوغي من الفوق، ولا تقدروا ديروا لهم شويه تاع نواه كوكو. ولا هنا نجوزوا الوصفه تاعنا. هنا كان عندي كاس تاع زبده، انا هنايا عبرت بالكيسان تاع 220 مليلتر. ندوبوها شويه باش نقدروا نعبروا في الكاس، وهي راح تدينا حوالي 200 غرام تاع زبده. نزيدو نديرو معاها تاني كاس تاع العسل. العسل هذيك الباطه صغيره راح تبقى لنا تانيك منها شويه، ما ندوهاش كامل. نحطوهم لهنا فوق النار، نخلطو مليح حتى يتجانس معنا هذيك الزبده مع العسل ويذوبوا. هذاك الوقت نجيبو المغرفه تاعنا تاع البيكربونات اللي كنا درناها بالمغرفه هذيك اللي ناكلو بها ديسا، ماشي صغيره كامل، هذيك الموايا. ها هي لك نديروها تاع بيكربونات ونبقاو نخلطو. وهنا ردوا بالكم باسكو رايح كبحال تفيض لكم، شوفوا شكل تاعها كيفاش راح يولي. هنا انا دوك نفرغها في باسكو راهي تتفاعل باش ما تسيحليش. وكان الكسرونه اللي درت فيها صغيره عليها، لازم ديروا في حاجه شويه واسعه. كما قلت لكم هنا كنا درنا كاس تاع زبده، كاس تاع عسل، ومغرفه تاع بيكربونات. هنا لازم نبردوها، تكون دافيه ماشي تبرد كامل، وما نخلوهاش سخونه باسكو حطيب لنا البيض ولاباط. ندير القرصه تاع الملح اللي كيما كنت عودتكم معايا لازم. وعندي تاني زوج حبيبات تاع البيض، نديرو الحبه كامله وصفر بيضه. وكنت درت تاني مغرفه تاع لافاني. نخلطوهم هكا مليح ونفرغوهم على الخليط، ورانا نخلطو هكاك وراه مازالنا دافي باش ما يطبش معانا هذاك البيض. نخلطوه تمثم، نخلطوه ونجيبوا الفارينه ونبداو نلايمو في لاباط تاعنا. وصفه سهله وراح تجي بزاف بنينه. هذاك العسل راح يعطيها واحده الريحه في لاباط، واحده البنه هايله. انا برك هذيك لافاني بقات لي شويه حبيبات، نحيهم هكا ونبدا نلايم في لاباط تاعي. لهنا انا الماغارين كنت استعملت ديما كما تقدروا تستعملوا لابيل، نخدم بهم في زوج. نجيب لاباط تاعي اللي كنت لايمتها، انا ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش تانيك متلوقه بزاف. هنا نجيب لاباط تاعي نقسمها على 4، بس راح نديروا 4 طبقات. تحبوا ديروا 3 طبقات قسموها على 3. هنا نجيب تانيك ورق الزبده ونحل عليه باش تجينا سهله نرفدوها. هنا كنت راح ندير فوقه ونحل، بصح هي ما نسحقوش باسكو لاباط شاده روحها مش راح تلصق لنا. هاي لك نحلو كامل العجينه. ولهنا لازم نحلوها تكون كبيره على السنيوه اللي راح ندير فيها، باش هذوك الاطراف راح نرحوهم ونزينوا بهم من الفوق، ما لازمش نديروها سواسو.
هنا كنت جبت ثانية. ثاني كنزيد نحلها مليح بنفس الطريقة. هنا ديما لازم نحلوها رقيقة، ما نخافوهاش باسكو حتزيد تتنفخ معانا شوية في الفرن. ها هي ليك بعد ما طابت. وهنا قبل ما ندخلوها تانيك لازم نثقبوها كامل مليح بالفرشيطة. ولا هنا كي نحوها لازم نحطوها على سطح يكون مستوي، ما نحطوهاش على حاجه تكون معوجه، ولا باسكو باش كي تبرد وتيبس هذيك لاباط راح تدينا هذاك الشكل، باش ما تجيناش معوجه. وهنا الا شفتوا بلي لاباط تيبس معاكم تيبس ما تخافوهاش، هذيك هي الوصفه تاعكم راهي ناجحه. ها هي لك انايا هنا واش كنت حابه نقول لكم مقبل. انا حندير من بعد كامل داخل هذه سنيوه صغيره صافي. لازم كي ندير لاباط تاعي حنديرها شويه كبيره باش شوفوا كي نحي كامل هذو الاطراف رايحه نرحيهم ونزينوا بيهم. هنا راح يتنحاو لكم بكل سهوله، ما راح يعذبوكم. نحي الاطراف كامل. انا نحب نحيهم وهي تكون مازال هذاك وين خرجتها، باسكو من بعد كي تيبس بزاف نتفاداو باش ما تخسرناش الشكل تاعها كي نقسموه. له نجيب صحن ندير فيه كامل هذوك الزوائد ونحطهم بجيه. انا كنت طيبت هذه ثانيه، نزيد ثاني كنقسمها معاكم. انا درت 4 مرات هكا. ولهن العسل اللي كنا درناه هو اللي راح يعطينا هذاك اللون الشباب الدوغي تاع لاباط. هنا ها هيك كنت نحي لها كامل الزوائد ونحط وحده فوق وحده، وممكن نحولها بابي كويسون نحطوها حتى تنحى لنا بكل سهوله. انا هام ديك 4 طبقات كنت وجدتهم، بعد ما نوجدوهم كامل ويبردوا نبداو نمونطيو فيهم داخل هذه سنيوه. انا كانت عندي علبه هكا تاع معجون نديروها كامل، وكنت للامانه زدت من غير فابرك على هذيك العلبه. هي تقدر علبه تكفيكم كامل في هذه الوصفه وفي هذو المقادير اللي درناهم. نجيبوا لهنا حوالي 3 مغارف نديروهم هكا فوق العجين، عفوا فوق الكاطو تاعنا. نمشوا مليح المعجون كامل، ملزمش بلاصه تقعد لنا هكاك ناشفه، باسكو المعجون هو اللي حيعاود يطري لنا هذا الكاطو تاعنا ويعطيلو بنه بزاف هايله. راح نكمل هكا ندير المعجون، نزيد ندير طبقه ثانيه ونزيد ندير عليها المعجون، ونزيد الطبقه الثالثه والرابعه حتى نكملوا كامل الكاطو تاعنا. انا كما تعرفوني نحب نعطيكم كامل التفاصيل باش اي واحد ينجح فيها، مش حتجيه صعيب. وكما الطبقه الاخيره كامل كنت قلبتها على وجهها باش تعطيني هذا الشكل. هنا انا كنت حندير بيدي بصح ما عجبتنيش، دوك نجيب صفايه ونصفيه راح يعطينا شكل خير وخير. شوفوا كيفاش راح يجي ما شاء الله. وكما كنت وريت لكم قبل، انا هذاك الكاطو هذوك لي شيت كامل رحيتهم بالاشواغ ونجو نزينو بيهم. راح يبقاو لكم منهم هذوك لي شيت، ما ترموهمش، تقدروا ترمدوا فيهم كاش حلوه ديروها ترمدوا بها ثاني راح يجي بزاف بنين. وهنا انا كنت خليتها باتت ليله كامله، وجبت هذا المول تاعي تاع البقلاوه حبيت نقسم به. تحبوا تقسموها شكل مربعات عادي، جيبي مسطره قيسي 3 سنتيم ولا 4 وتقسمي. انا كتعاود لي المقطع. ما قلت لكم نديروا المول تاعنا باش ندولي خاص برك، من بعد نعاودوا بالموس مش راح شوفوا صدقوني راح تجي بزاف بنينه. جربوها ورجعوا لي الخبر، واللي يديرها يبعث لي التطبيقات تاعو
باش نحطهم لهنايا في القناة. حاجة سهلة ما تديناش الوقت في خدمتها، وزيد راح تجي بزاف بنينة. هاوليك الشكل النهائي تاعها بعد ما كملتها، وراح ثاني تقطع لنا كمية هايلة. راح نقسم معاكم حبة باش تشوفوها، راح تجينا بزاف طرية. صدقوني البنات راح تجي بزاف هايلة، جربوها ورجعوا لي الخبر. ولهنا نكون لحقنا نهاية الفيديو تاعنا. نقولكم اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنساونيش بالجيم، ومع السلامة.